في قضايا كتير. يعني من الحاجات اللي اغضبتني جدا انه مثلا حبس ال 14 واحد من النادي الاهلي، من جماهير الاهلي في مباراه الاهلي والاولمبي، عدد كبير يعني اتاجلت ل 16 نوفمبر وهم محبوسين. ده جنح باب شرق، وده كان مستشار عادل عماره قرر تقديمهم، حددت 7 امام جنح باب شرقي و9 امام محكمه جنح الاحداث. وخلاص 100 كرسي اتكسر، 28 عربيه اتحطمت، ازاز الصاله المغطاه، كمان بيظبطوا ناس، كمان بيقبضوا على ناس كمان. لكنه اللي مألمني جدا ان امبارح لما قريت لكم المواليد 97 و94 و96، اكبرهم واحد مواليد 89 92، يعني اتحبسوا ليه؟ يدخلوا السجن ليه؟ يبقى من صغره كده دخل السجن ليه؟ ومش اول مره. والمره دي مش قادرين ندافع، المره دي مش قادرين نتكلم. وقبلها بكام يوم بتوع الزمالك اللي كانوا في استاد القاهره وخرجوا بكفاله بقت قضيه. قضايا ليه؟ قضايا بسبب التشجيع ليه؟ في كل الدنيا التشجيع ده متعه، الرياضه ترويح، تهذيب، سعاده، امتاع، فرحه، ابتسامه. ليه الرياضه عندنا تشنج؟ ليه الرياضه عندنا عامله كده؟ ليه الرياضه عندنا عامله كده؟ ليه؟ انت رايح تستمتع. فرقك كسب بترجع مبسوط جدا، فرقك خسر ولعب كويس بترجع برضه مبسوط شويه، فرقك خسر ولعب وحش بترجع عندك امل في اللي جاي. ده الاصل في اختراع الرياضه، ده اصل اختراع الرياضه. انتماء جميل، اللي لابس احمر واللي لابس ابيض واللي لابس اخضر واللي لابس اصفر واللي لابس ازرق، لكنه في النهايه هو بيذهب للمتعه، للاستمتاع، للفرحه. قولوا لي بقى الام والاب دلوقتي وكلهم هيطلعوا لنا في التليفونات والله ما ابني ده جاب مسكوا واحد كان جنبه واحد وده مش عارف ايه، كلهم هيقولوا كده. امبارح كانت في معركه بالسيوف والجنازير والمطاوي في صاله الاتحاد السكندري. لا الصاله المكشوفه نفعت في الاولمبي ولا الصاله المتغطيه نفعت في الاتحاد السكندري. جنازير وسيوف وسنج ومطاوي، وكانوا متواعدين لبعض من ساعه مباراه اتحاد وادي دجله، ومنهم فيهم زي الاخوه الثوار في ليبيا بيقتلوا في بعض بقالهم يومين. قال خدوا الكتيبه بتاعت خميس القذافي، ناس عايزين يعملوا لها جنينه وناس عايزين يعملوها لا ده كتيبه صاعقه ولا مش عارف ايه، فبيقتلوا في بعض. ده جزاء الثوره بعد ما اعلنتوا كامل تحرير ليبيا ولا تحرير كامل تراب ليبيا. وده برضه جزاء المتعه في مصر. راح اتفرج على الاتحاد في الباسكت اللي بيقولوا الاتحاد والاتحاد والاتحاد، بعد كل ده تروح تضرب بعض بالجنازير والمطاوي والاعضاء. ايه يعني؟ صريخ وصويت، ومدير الصاله ومدير النادي بيجروا بيحاطوا على الناس عشان يخرجوهم، وبيقول لك كاد ان يسقط قتلى بالامس. وده جاي خلي بالكم، وانا بنبه اولياء الامور، ده جايه بكره بعده جايه. ممكن يكون جوه الاستاد، جوه الصاله المغطاه، بره هو بيجري، عيلين بيضربوا بعض، اتنين مش عارف ايه، جايه للاسف الشديد. امتى الله اعلم، بس جايه. وقلت زمان ملعون ابو الرياضه اللي تخلي واحد يموت عشان بيشجع كوره، وقالها زميلي حازم امام بعديه من كام يوم، وهنقولها مره واثنين وثلاثه وعشره ومية. مش معقول يا جماعه، بقى شيء غير مقبول على الاطلاق. عندنا فرصه في توقف. سيبونا بقى من بلطيم واللي بيحصل فيها، وراس البر وقطع الطريق، وسوهاج وحصار قبيله لقبيله، وقنا وخطف الرهائن، والسائح الكندي اللي مات وهيضرب لنا الموسم هناك. خلاص بقى، ربنا سبحانه وتعالى يتولانا برحمته وبمعرفته وبشفاعته سيدنا النبي عليه السلام. لكنه اللي انا عايز اقوله ان احنا هنا في ملاعب كره قدم، ملاعب رياضه، ملاعب سله، ملاعب فولي، ملاعب هاندبول. يا اما نلم الدنيا يا اما لا. النادي الاهلي اصدر بيان النادي الاهلي، بيان رسمي، قال على لسان محمود علام مدير النادي ان ما جاء في غالبيه وسائل الاعلام بشان مباراه الاهلي والاولمبي افتقد الى المصداقيه، ولا بد ان يعلم الجميع ان تامين المباراه مسؤوليه النادي المضيف، وعليه اتخاذ الاجراءات اللازمه وابلاغ الجهات المعنيه بموعد ومكان اللقاء لضمان سلامه الجميع. والنقطه الثانيه انه كان يجب على حكم المباراه والمراقب الا يوافق على اقامه المباراه طالما لم يتوفر الامن الكاف لتامين اللقاء. والنقطه الثالثه ان اتحاد اليد ولوائحه تمنع اقامه المباريات في الملاعب المفتوحه، وهو ما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي، خاصه ان مثل هذه الملاعب ذات الارضيه الصلبه تتسبب في اصابه اللاعبين، واغلبيتهم يشكل القوام الرئيسي للمنتخب الوطني.
اضاف علام ان اتحاد اليد وافق للاسف على اقامه هذه المباراه وبعض المباريات الاخرى على الملاعب المفتوحه لحسابات خاصه به، وعليه ان يتحمل مسؤوليه موافقاته الغير مفهومه، مشيرا ان المدرجات المخصصه للجماهير في الملعب لا يمكن ان تستقبل اكثر من 250 فرد على الاكثر، فكيف يتم فتح الابواب لكل هذا العدد من المشجعين في ملعب مفتوح وموجود داخل جدران النادي بين الاعضاء، وبالتالي كلها قرارات غير مدروسه. اكد السيد محمود علام على ان الاهلي لم ينظم اي رحلات جماهيريه الاسكندريه بشان هذه المباراه، وان ما اشار اليه رئيس النادي الاولمبي في هذا الشان بعيد تماما عن الحقيقه، وان الاتوبيس الوحيد الذي تواجد خارج النادي الاولمبي يخص فريق الاهلي لكره اليد. وقال ان الجماهير المنتميه للاهلي عند دخولها الى ملعب المباراه لم يتم التعاون معها من قبل القائمين على التنظيم، بل تم احتجازها خلف احد المرميين بشكل غير لائق وغير امن، خاصه ان المدرجات جميعها كانت قد امتلأت بمشجعي النادي الاولمبي. وتساءل علام كيف تكون جماهير الاهلي التي ارتكبت الشغب وهي ذات الجماهير التي قامت بالاعتداء على لاعبي الاهلي والذين تم تحويلهم الى مستشفى جمال عبد الناصر، وهناك تقرير طبي بالاصابات التي طالت العديد من اللاعبين واعضاء الجهاز الفني، منها قطع في الحاجب واخر في الراس واخرين استوجبت حالتهم لبعض الغرز. كما ان الجهاز الفني قام بتحرير محضر بالاعتداء الذي وقع على الفريق في قسم باب شرق، وكل هذه التجاوزات مسؤوليه النادي المنظم وحكم اللقاء الذي سمح من البدايه باقامه المباراه في جو غير امن. وقال محمود علام ان فريق الاهلي تم احتجازه داخل غرف خلع الملابس عقب المباراه لاكثر من ساعتين بتحريض من احدى عضوات مجلس الاداره التي وجهت عبارات لا تليق في حق الاهلي ولاعبيه في مشهد بعيد تماما عن الرياضه والمسؤوليه. واعلن علام رفض ناديه الكامل لعقوبات اتحاد اليد الذي يتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه، وان النادي الاهلي يرفض الكيل بمكيالين، خاصه ان الموسم الماضي شهد تعديا واضحا من جماهير الزمالك التي قامت بتكسير الصاله المغطاه للاهلي، بل واقتحمت هذه الجماهير النادي وروعت اعضاء الاهلي في مقاعدهم وحطمت الكراسي والترابيزات. لكن اتحاد اليد لم يتخذ اي عقوبات بدعوى ان الاهلي هو المسؤول لانه منظم المباراه، والان هو نفس الاتحاد الذي يريد تحميل المسؤوليه للاهلي في مباراه هو غير مسؤول عن تنظيمها وتامينها. معايا السيد محمود علام مدير عام النادي الاهلي. مساء الخير يا سياده اللواء. اهلا، مساء الخير كابتن احمد. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك الله يخليك، كل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني هذا البيان هل هو محاوله لتبرئه جماهير النادي الاهلي مما حدث اول امس في الاسكندريه يا فندم؟ لا، هي مش محاوله لتبرئه حاجه. هو احنا بس فوجئنا بالنادي الاولمبي عامل حمله عنده وسائل الاعلام باتهام النادي الاهلي، والنادي الاهلي بريء من كل حاجه. احنا رايحين بنلعب مباراه رياضيه، ومسؤوليه التنظيم وتامين المباراه هي مسؤوليه النادي الاولمبي. انا مش معقول اكون في القاهره واروح امن مباراه في اسكندريه. نعم. وفي اجراءات محددها الجهات الامنيه واتحاد كره اليد لتامين المباراه، لان لازم تواجد الشرطه لتامين المباراه من الخارج ومن الداخل. واجراءات في عربيه اسعاف لازم تكون موجوده. دي تعليمات اتحاد كره اليد. التعليمات دي لم تنفذ. التساؤل حكم المباراه ومراقب المباراه ازاي بداوا المباراه ومفيش الامن غير متواجد والاسعاف غير متواجد والملعب غير قانوني. نعم. انا مش عارف يعني ايه الاسباب اللي دعت اقامه هذه المباراه في هذا الملعب او في هذا الجو بدون اي اجراءات، وبعدين بيتهموا النادي الاهلي. احنا مالناش علاقه بالموضوع ده. مسؤوليه النادي الاولمبي يسأل عنها النادي الاولمبي. هو لم يتهم احد النادي الاهلي، ولكن اتهم الجماهير المشاغبه التي خرجت عن النص والتي اكد الجميع انها كانت تشجع النادي الاهلي في هذا اللقاء يا فندم. ماشي، ما هو احنا جماهير الاهلي في كل مكان. ده صحيح. دبي لو رحت قطر. نعم. طب هل النادي الاهلي مسؤول عن جماهيره؟ لا، النادي المضيف هو المسؤول عن تامين المباراه، والامن هو اللي مسؤول عن حفظ النظام. اذا البيان هو خاص بعقوبات اتحاد اليد وليس خاص بالحدث نفسه. لا، هو خاص بالحدث ككل. وعقوبات اليد احنا لسه جات لنا يعني حتى واحنا بنعمل بيان، فانا اشرت ليها ان العقوبات دي طبعا مرفوضه، لان هو ازاي التحقيقات ما خلصتش وهو بيدي عقوبات. وفي نفس الواقع حصلت في النادي الاهلي من سنه ونص. نعم. وما اتخذش فيها عقوبات لغايه دلوقتي. لما العجله؟ لما هل هو شاف تقرير حكم المباراه؟ هل شاف تقرير مراقب المباراه؟ هل تاكد ان الاجراءات اللي هو حاططها والنظام اللي هو حاطه هل اتبع في تنظيم هذه المباراه؟ فليه العجله ان هو يدي عقوبات؟ واشار في البيان بتاعه الروح الطيبه للاعبي الاهلي، يعني هو اشاد بالنادي الاهلي. طب انا ما عنديش سيطره على الجماهير. الجماهير دي ما نعرفش ايه اللي حصل، الاحتكاك اللي حصل ما بينها وما بين المنظمين وما بينها وما بين باعتباره مش ملعبك. بالظبط، ما هو مش ملعبي يعني. انا مش مسؤول عنه. طب انا ليا سؤالين. هل هي بوادر ازمه بين الاهلي واتحاد كره اليد؟ لو رفض اتحاد كره اليد بيان النادي الاهلي هل مثلا من الممكن الا يكمل المسابقه، يهدد مثلا بالانسحاب؟
لا والله ده قرار، انت عارف يا كابتن احمد احنا منظومه عمل، ده قرار مجلس اداره النادي. احنا بنرفع تقريرنا، تقرير النشاط الرياضي واداره النادي بنرفعه لمجلس الاداره وبيتخذ ما يراه ونحط كل الحقائق قدامهم وكل ملابسات الموضوع، لكن هو ده توضيح للراي العام والاعلام علشان النادي الاولمبي او اتحاد اليد ما ياخدش الاعلام في سكه ثانيه. فاحنا حبينا بس نوضح. طب وانت رجل اداري من الطراز الاول يا فندم، يعني برايك ما هو الحل يعني لاستمرار هذه الظاهره بصرف النظر ايا من الجماهير يعني، لكنه كيف نصل الى حلول جذريه لهذه الامور او هذا الانفلات الذي اصبح سمه الملاعب في كل انحاء مصر؟ تطبيق اللوائح، لوائح الاتحادات بحذافيرها، مفيش هزار. المباراة ما هياش متأمنة وما فيش الشروط التأمين بتاعتها اللي حاططها الاتحاد نفسه. حكم المباراة ومراقب المباراة يلغي المباراة بس. طب عندما طبقت اللوائح بحذافيرها في اتحاد كرة القدم برضو اعترضت الأندية الشعبية، أهلي، زمالك، إسماعيلي، مصر، اتحاد ومحلة، والأمر لم ينتهي حتى الآن. يعني طبقت اللوائح، الأندية غضبت، لم تطبق اللوائح الأندية أيضا تغضب يا سيادة اللواء. ما هو أصله هو ما تطبيق اللوائح، ما أنت اللوائح اللي حاططها أنت بتعاقب النادي على اشياء ما انت ما عندكش سيطره عليها وعارف انك انت مش هتقدر. الامن نفسه قبل الثوره ما عرفش ان هو يمنع الشماريخ، وبعدين الشماريخ ما حصلش اي حوادث في المدرجات. الشمروخ لما ينزل الملعب اهو رجع دلوقتي تاني هيقر ان الشماريخ في لا انا النهارده كان بيكلمني الاستاذ عامر حسين قال هذا الكلام غير صحيح، دي اقتراحات من الانديه ولم يوافق عليها اتحاد الكوره. يعني النهارده راجل كان بيوضح لي الدنيا. نعم موجودين يا كابتن شوبير، هنشوف يعني ايه اللي هيعمله، لان هو العمليه داخله دلوقتي في عين. انت عارف ان الامن في المدرجات سواء في جميع المسابقات الرياضيه الكلام مش مظبوط. فلازم يكون في حسم في الحاجات ديت، ولازم يكون في حد ادنى من التامين. تامين احنا مش تامين اللعيبه والحكام المباراه عشان المباراه تقام في جو صحي وعادل. الحكم ازاي يحكم وهو مش حاسس بامان من الجماهير سواء كانت اهلي او اولمبي او اي نادي تاني؟ فلازم الحد الادنى من الامن يكون موجود، الحكم ما يقيمش المباراه. نعم. اللواء محمود علام مدير ماتش واثنين عشان يحصل. اللواء محمود علام مدير عام النادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا. اشار